على هامش احتفالية تكريم شهداء التي نظمها النادي الأهلي بطرابلس، نلتقي مع عملاق الشباك حارس المنتخب المغربي سابقا، كابتن عباد الزاكي. أول شيء نرحب بك في طرابلس. شكرا. نبي ناخذ انطباعاتك على الدعوة الكريمة، من وين جاتك وشنو شعورك وانت في طرابلس، خاصة بعد يعني انتصار تو 17 فبراير. بكل صراحة واحد 5 أيام في المنزل تاعي احتكر من الهاتف عند صالح صولة وكي كلمني باش نحضر التكريم ديال شهداء الثورة. يمكن الجواب تاعي ما فيهش ثانية، قل من ثانية وأنا واجد. عطيني الوقت والتاريخ، أنا واجد باش نجي ل 11 شهر بالنسبة لي أنا، وكنشكر النادي الأهلي ملي فكر فيا باش يمكن له يوجه لي الدعوة. والحمد لله جيت، وأنا جيت فخور وجيت سعيد باش نتواجد في المناسبة هذه ديال تكريم شهداء الثورة، ونكون أول رياضي مغربي كيزور ليبيا بعد الثورة. وهذا في حد ذاته كنشكر النادي الأهلي، وكنشكر كذلك على الحفاوة وعلى الاستقبال، وكذلك على هذه الفرصة اللي عطاني باش يمكن لي نعبر عن المساندة تاعي للشعب الليبي وكذلك الناس الثورة. اليوم حضرت المباراة في ملعب طرابلس الدولي، تقريبا أنت عدت الملعب هذا بعد حوالي يعني أكثر من 25 سنة من آخر مباراة. نعم، قلت له شفت اللي كان في بنغازي المباراة، كان نحاول نخيط الذكريات تاعي فيه. لو كتبان لي المباراة ديال بنغازي الفاصل اللي كأس العالم في المكسيك اللي خسرنا فيها بإصابة 1-0، وكانت أول إصابة كتسجل عليا بعد 12 مباراة في الإحصائيات. رغم أن هزمنا بإصابة 1-0، المنتخب المغربي خد ورقة تأهيل كأس العالم 1986 اللي كانت في المكسيك، وسجل مشاركة مشرفة. الحمد لله كانت مشاركة مشرفة بالنسبة للمنتخب المغربي وكذلك بالنسبة للقارة العربية والأفريقية. رياضيا حاليا كابتن عباد الزاكي، شنو يعني؟ لا، في الموسم أنا واخد راحة نتفرغ العائلة تاعي والمشاريع اللي عندي، وكذلك بعض الأحيان كان ندير التحاليل مع قناة الجزيرة في لا ليغا الإسبانية. المشاريع المستقبلية في عودة للملاعب ولا؟ نعم، غتكون إن شاء الله في القريب العاجل في الموسم الجاي إن شاء الله. فترات سابقة تكهنات أو نقولوا مثلا أخبار ربطت بينك وبين تدريب المنتخب الليبي، لو جاتك دعوة رسمية، أو هل جاتك دعوة رسمية قبل، أو كانت مجرد يعني أقوال صحف ومواقع أنت؟ هل إذا جاتك يعني رغبة؟ لا، هي كانت عندك رغبة؟ كانت دعوة في السابق في 2006 اللي كان جمال جعفري رئيس الاتحاد الليبي، وجيت هنا لليبيا باش يمكن نتناقشوا على العرض، ولكن بعض الجزئيات اللي ما كناش اتفقنا عليها ما خلاتش الامور تمشي في اتجاه اللي بغينا. يعني بالنسبه لي انا فتدريب فريق ليبي او منتخب ليبي بالنسبه لي انا فكرة القدم ما كاينش شي حاجه اللي هي نعم او شي حاجه اللي هي لا. كل يوم تقول لي نعم كتصدق غادي لا، ملي كتقول لي على اليوم كتصبح في اليوم الموالي نعم. يعني بالنسبه لي انا اي حاجه كيف لا توقع، اي حاجه في اي وقت. كلمه اخيره لجمهور الليبي بصفه عامه وجمهور الاهلي بصفه خاصه. اولا نشكر النادي الاهلي على الدعوه اللي وجه لي واللي خلاني نعيش هذه اللحظه وندخلها في التاريخ تاعي بان اول زياره اول رياضي مغربي كيزور ليبيا بعد الثوره، وكان كيعطينا الفرصه باش نكون نحضر تكريم شهداء الثوره. بالنسبه للجمهور الليبي فهو جمهور كنعرفو غيور وجمهور كيبغي كرة القدم، وجمهور كيعشق
في كرة القدم، وتنظن في النظام الحالي وكذلك في السياسة القادمة على إن شاء الله تكون في الرياضة. ما كاينش هناك مانع باش الكرة الليبية ترجع واحدة من رواد كرة القدم الأفريقية والعربية. كابتن بدر، شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك.